كلنا سمعنا عن دراكولا مصاص الدماء، الكائن اللي بيعيش في الضلمة وبيتغذى على دم البشر. بس السؤال الحقيقي هو دراكولا مجرد قصة خيالية ولا في أصل حقيقي ورا الأسطورة دي؟ الحقيقة إن اسم دراكولا مرتبط بشخص حقيقي عاش فعلا، شخص كان مرعب لدرجة إن الناس بدأت تصدق إنه مش إنسان. في القرن الخمستاشر في منطقة اسمها ترانسلفانيا اللي موجودة دلوقتي في رومانيا، كان في حاكم اسمه فليد التالت المخوذ. الاسم ده ممكن ناس كتير ما تكونش تعرفه، بس أفعاله كانت كفيلة تخليه أسطورة رعب لحد النهاردة. فليد ما كانش حاكم عادي، كان مشهور بطريقة قتل مرعبة جدا اسمها الخوذاء. كان بيقبض على أعدائه ويغرس فيهم أعواد خشب ويسيبهم يتعذبوا بالساعات أو حتى الأيام. المصادر التاريخية بتقول إنه في مرة خلى آلاف الجثث متعلقة بالشكل ده حوالين قصره. أي حد كان بيقرب كان بيشوف غابة كاملة من الأجساد. من هنا بدأت القصص تنتشر إن فليد مش إنسان طبيعي. في ناس قالت إنه كان بيشرب دم الأعداء بتوعه علشان ياخد قوتهم، وناس تانية بدأت تحكي إنه بيظهر بالليل وبيختفي قبل الفجر. بعد مئات السنين، كاتب أيرلندي اسمه بريم قرر يكتب رواية عن كائن بيشرب الدم وبيعيش للأبد، واختار له اسم دراكولا مستوحى من اسم عائلة فليد. بس الغريب إن كان في ناس كتير بتقول إن قصة دراكولا مش مجرد رواية. في تسجيلات وشهادات من ناس بتأكد إن هما شافوا حاجة شبه حاجة بتتحرك في الضلمة وبتختفي أول ما النور يظهر. بعد ما رواية دراكولا انتشرت، الناس بدأت تاخد الموضوع كخيال، قصة رعب للتسلية. لكن في أماكن معينة الموضوع عمره ما كان مجرد قصة فيها. في قرى صغيرة حوالين جبال ترانسلفانيا في رومانيا، في حكايات بتتكرر فيها بنفس التفاصيل تقريبا. سنة 2004 واحدة ست كانت عايشة لوحدها في بيت قديم قريب من الغابة، كانت بتقول إن كل ليلة في نفس الميعاد حوالي الساعة 3 الفجر بتصحى فجأة، مش على صوت لكن على إحساس إن في حد واقف بيبص عليها وهي نايمة. في الأول كانت بتحاول تتجاهل الإحساس ده وتنام تاني، بس مع الوقت الإحساس ده بقى أقوى، لدرجة إنها كانت بتحس بنفس قريب جدا من وشها. في ليلة قررت تعمل حاجة، فتحت عينها ببطء وقالت إن هي شافت ظل ما كانش واضح بالكامل بالنسبة لها، لكن شكله كان واقف عند طرف السرير، جسمه طويل ونحيف ووشه مش باين. لكن اللي خلى القصة تنتشر مش اللي شافته، بس اللي حصل تاني يوم. لما صحيت من نومها لقت على رقبتها فيه علامتين صغيرين زي أثر عضة. في ناس قالت ده مجرد خدش أو وهم، وفي ناس تانية قالت إن هي حالة من حالات شلل النوم. بس السؤال ازاي العلامات دي ظهرت فعلا ازاي؟ في مكان معروف جدا مرتبط باسم دراكولا، قلعة قديمة اسمها قلعة برين. القلعة دي موجودة وسط جبال وضباب بيغطي المكان أغلب الوقت. السياح بيزوروها كل يوم وبيمشوا عادي، بس الحراس والناس اللي بتشتغل هناك ليهم رأي تاني. واحد من الحراس قال إن هو في مرة كان بيعمل جولة بالليل، المكان كان هادي ومفيش حد، بس فجأة سمع صوت باب بيتفتح ببطء مع إن كل الأبواب كانت مقفولة. لما قرب شاف حاجة مخليه مقدرش يكمل شغله. شخص كان واقف في آخر الممر لابس هدوم قديمة زي ملابس القرون الوسطى، ولما النور خبط عليه اختفى فجأة. الحارس استقال بعدها بأيام وقال جملة واحدة بس: أنا مش خايف من المكان، أنا خايف من اللي فيه. يمكن كل دي مجرد قصص، بس الفكرة المرعبة بجد إن معظم الحالات دي بتحصل في وقت واحد بالليل وانت نايم. مع تطور التكنولوجيا بقى سهل جدا إن أي حد يسجل اللي بيحصل حواليه وهو نايم، كاميرات مراقبة وموبايلات وأجهزة تسجيل صوت، وده خلى ناس كتير تلاحظ وتاخد بالها من حاجات عمرهم ما كانوا هياخدوا بالهم منها. القصة الأولى عن شاب في أواخر العشرينات قرر يركب كاميرا في أوضته، مش عشان حاجة غريبة، بس هو مجرد فضول، كان عايز يعرف وهو بيتحرك ازاي وهو نايم وايه اللي بيحصل حواليه. أول كام ليلة كل حاجة كانت طبيعية، بينام بيتحرك شوية بيقوم يشرب مية ويرجع ينام. أول حاجة جرت غريبة كانت في ليلة الفيديو سجل حاجة مختلفة. الساعة كانت 3:12 الفجر. الشاب قام من نومه بس مش بطريقة طبيعية. عينه كانت مفتوحة بس ما فيهاش أي تعبير على وشه.
كان بيبص قدامه وهو واقف من غير ما يرمش، وبعدين بدأ يتحرك. مشي لحد باب الأوضة، وقف ثواني عدت وكأنه مستني حاجة، وفجأة باب الأوضة اتفتح. المشكلة إن الشاب ده ساكن لوحده ومفيش حد برا الأوضة. لما رجع يشوف الفيديو تاني افتكر إنه كان نايم طول الليل، وما افتكرش خالص إن هو قام من نومه. الكارثة كانت في آخر الفيديو، بعد ما الباب اتفتح ووقف قدامه كأنه شاف حد. الميكروفون سجل حاجة خلت الفيديو ينتشر، همس خفيف، صوت مش صوته، كان بيقوله ببطء تعالى. والأخطر بقى من ده كله إن الشاب في الآخر قال أنا جاي. العلم ممكن يفسر ده إن هو ماشي أثناء النوم، بس لو الموضوع كده مين اللي كان بيكلمه؟ في القصص القديمة عن دراكولا كان دايما في تفصيلة غريبة، إن الضحية مش بيقاوم لكن كأنه بيستسلم. في تسجيل تاني لواحدة ست كانت بتستخدم ابليكيشن للتسجيل أثناء اليوم، كل ليلة نفس الحاجة، صمت، أنفاس، مفيش حاجة غريبة. بس في ليلة التسجيل ده بدأ بصوت غريب، صوت شباك بيتفتح ببطء، وبعدين صوت خطوات بطيئة وتقيلة بتقرب من سريرها، وبعدين صوت نفس مش صوتها، صوت نفس قريب جدا منها، قريب لدرجة إن الميكروفون سجل الصوت حركة خفيفة، كأن كان في حد بيقرب منها أكتر من اللازم. الصبح لما طلع والست دي صحيت قالت إنها حست كأنها كانت بتحلم، بس لما سمعت التسجيل بطلت تسيب النور مطفي. يمكن كل ده له تفسير، شلل النوم مثلا أو مشي أثناء النوم، هلاوس. بس ليه دايما كل حاجة بتحصل في نفس الوقت، الساعة 3 الفجر تقريبا؟ على مدار سنين طويلة قصة دراكولا اتقالت بأشكال كتيرة، روايات، أفلام، حكايات شعبية، لكن في كل نسخة كان في تفصيلة واحدة عمرها ما اتغيرت، إن هو بيظهر بالليل. العلم حاول إن هو يفسر كل الحالات دي، قال إن هو ممكن يكون شلل النوم، أو شخص بيصحى وهو نايم وبيمشي، وفي أشخاص بتصحى وهي مش قادرة تتحرك وبيبدأ يشوف أو يسمع حاجات أو هلاوس مش موجودة. ده غير بعض الحالات التانية اللي الإنسان بيعمل فيها أفعال وهو مش واعي بيها. بس المشكلة إن التفسير ده مش بيجاوب على كل الأسئلة، لأن في تسجيلات وأحداث فيها حاجات زيادة. في القصص القديمة عن فلاد التالت المخزوق الناس كانت بتقول إنه مش بس كان بيقتل أعدائه، بس كان بيستمتع بالخوف، وكان بيحب يشوف ضحاياه قبل ما يموتوا. لو فكرت فيها هتلاقي إن كل القصص الحديثة فيها نفس العنصر، إحساس إن في حد بيبص عليك، مش بيهاجمك فورا، بس مستني اللحظة اللي تكون فيها في أضعف حالاتك وإنت نايم ما بين الساعة 2 ل4 الفجر تقريبا. يمكن كل دي مجرد قصص، ويمكن مجرد خيال، بس لو صحيت في نص الليل وحسيت إن في حد واقف جنب سريرك قبل ما تفتح عينك، افتكر إن في حاجات بتفضل مختفية طول ما انت مغمض عينك، بس لو فتحت عينك محدش عارف هتشوف ايه ساعتها، ومش كل اللي بيظهر في الضلمة بيختفي مع النور. مستني منكم تكتبولي وتحكولي لو حد فيكم عاش تجربة شبه دي، شاف حاجة وهو نايم بالليل وافتكر انه كان بيحلم، بس لما صحي لقى دليل حقيقي عليها. ولو القصة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وقولولي عايزين القصة الجاية عن ايه.